السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى قلنا نفصل شوية من الروتين اليومي، وقلت كمان ايه نعمل وصفة كده سهلة ان شاء الله كده وبسيطة ومكوناتها موجودة في البيت. وقلت كمان وصفة حلوة كده للولاد علشان طبعا الامتحانات واللي نشجعهم يعني ونحفزهم كده بحاجة حلوة بيحبوها. فقلت النهاردة هنعمل بسكوت مملح. عايزه اقول لكم ان البسكوت المملح ده مش للصغيرين بس، ده احنا كمان يا كبار انا بحبه قوي. يعني انا من النوع اللي بحب السناك المملح اكتر من المسكر. الحلويات والكلام ده لا ما بتشغلنيش. طيب هنعمل ايه النهارده بقى؟ معانا كوبايتين ونص من الدقيق، كوبايتين ونص الكوبايه من اللي هي بتاعه الشاي يا جماعه. كوبايتين ونص، ومعايا معلقه صغيره بيكنج باودر. طبعا الدقيق كان منخول قبلها. ومعايا كمان معلقه كمون مطحون، ومعلقه ملح ورشه سكر، ورشه بسيطه طبعا اختياري من الشطه، انا بحب الشطه في اي حاجه الصراحه. ومعايا نص كوبايه من الماده الدهنيه، نصها سمنه ونصها زيت. بدأت بقى ان انا انزل بالتوابل بتاعتي في الاول على الدقيق وقلبته كويس قوي، وبعد كده نزلت بالمواد السائله اللي معايا، المواد الدهنيه اللي معايا. وفضلت افرك كده في السمنه والدقيق كويس قوي لحد ما يديني شكل الرمله بالشكل ده. الخطوه دي مهمه جدا جدا، لان الخطوه دي هي اللي بتطلع البسكوت مقرمش ويعني بيدوب كده في البق. اللي بيفرق البسكوت من اي معجنات تانية القرمشة بتاعته والذوبان اللي يعني الذوبانه في البق، هي الخطوة دي يا جماعة. لازم يعني هي اسمها مرحلة انك انت بتبسي السمنة بالدقيق كويس قوي. المرحلة دي يعني ايه اساسية معانا. فلا بفضل افرك كده في السمنة بالدقيق، اخلي كل حبيبات الدقيق تتغلغل بالسمنة، واضغط كده على الخليط بتاعي او على الدقيق بالسمنه يتكتل معايا ويعمل كتل. بس اضغط عليه ضغطه بسيطه يفرفط معايا كده، يبقى هو انت كده ماشيه تمام وكده ماشيه صح. مكان السمنه بقى حطيت كمان شويه من الميه، وبدات انزل تدريجيا لحد ما لمت العجينه معايا، وخدتها على الرخامه كده. وانا بعجن فيها حسيتها قاسيه شويه، فحطيت لها بق صغير من الميه وكملت عجن. فضلت اعجن فيها لحد لما لمت معايا وبقت ناعمه وطريه وحلوه قوي. لا مش ناعمه وطريه وكلها حنيه، يا ناعمه وطريه وجميله كده لينه في ايديا يعني، زي ما هتشوفوا دلوقتي. عايزه اقول لكم السناكس المملح ده بقى غالي جدا في السوبر ماركت يعني، والحاجات دي مع ان يعني كلها حاجات بسيطه جدا جدا وسهله. فمش عارفه في ايه. ما عدناش بقى هنجيب الحاجات دي من بره يا جماعه، اي حاجات من دي لازم نعملها في البيت، اوفر واسهل وانضف. معايا بقى العجين بتاعي بالشكل ده كده، بدات ان انا افرده على الرخامه. لو انت خايفة ان العجين يلزق معاكي، ممكن تحطي على الرخامة بتاعتك دهنة بسيطة من الزيت او السمنة عشان ايه ما يلزقش معاكي. بس هو اخد المادة الدهنية بتاعته يعني كويس اوي، فمش هيلزق باذن الله. فردت كده العجين بالشكل ده كده. وخلي السمك العجين بتاعك رقيق، يعني ما تخليش سمكه تخين علشان البسكوت يقرمش معاكي من اول واحده لاخر واحده. طبعا التقطيعه بتاعتك يعني الاشكال اللي انت عايزه تعمليها بتاعتك انت، عندك اشكال من اللي هي بتاعه البسكوت، البيتيفور، السابلي، الحاجات دي كلها تقدري تشكلي بيها. انا بشتغل بالمتاح عندي، ما فيش معايا اي حاجات من دي خالص. بدأت اشتغل بالسكينة عادي خالص بالشكل ده كده. شكلت بالشكل اللي انا عايزاه، وبدأت كمان ان انا اعمل فتحات على البسكوت بتاعي بالشكل ده. الفتحات دي بتضمن لي ان البسكوت ما ينفش معايا. هو مش هينفش ولا حاجة، لان احنا مش حاطين مادة يعني مادة رفع يعني كتيرة. احنا حاطين يا دوبك نص معلقة من البيكنج باودر، فدي يعني ايه الشوية دول مش هيخلي البسكوت يترفع معانا ولا حاجة. بس برضو انتي رققي التقطيعة بتاعتك والفردة، خليها سمكها مثلا
2 سنتي كده ولا حاجة علشان يطلع مقرمش معاكي. بعد ما فردت العجين بقى اللي لميته من على الطروف، رجعت تاني عجنته ورجعت تاني فردته بالشكل ده كده، وعملته شكلته بنفس الشكل اهو بالشكل ده. ما سبتش ولا فتفوته الصراحه يعني. ما شاء الله الكميه، يعني الصاج بتاعي الكميه جت على الصاج كله، بسم الله ما شاء الله. دخلتها الفرن، طبعا كان الفرن سخن قبلها. ولعت الفرن من تحت، ولما البسكوت لون من تحت وبقى لونه ذهبي، ولعت عليه الشوايه من فوق وهديت النار عشان البسكوت يتحمص حلو قوي. وبسم الله ما شاء الله ده كان شكله طالع تحفه وريحته تحفه وجميله. طبعا ممكن تحط على وش البسكوت بتاعك سمسم، جبنه، بشر جبنه، يعني ممكن تحط حبه البركه، اي حاجه انت عايزه تحطها. ممكن تحط رشه من الزعتر. كل دي اختيارات تقدري انك انت تحطيها. طبعا انا يعني بشتغل زي ما قلت لكم بالمتاح عندي. فانا لا، انا بعمله بالزعتر على طول الصراحه، بس المره دي بدور على زعتر، ما لقيتش عندي زعتر في البيت. فمش هوقف نفسي يعني علشان ان انا ما لقيتش زعتر. شايفين بسم الله ما شاء الله كان بيقرمش كده وكان بيفرد بالشكل ده كده. فما شاء الله كان طالع حلو قوي. باذن الله ان شاء الله كده تجربوه ويعجبكم، واعملوا للولاد كل حاجه في البيت باسهل الطرق وبالبساطه ديت. وان شاء الله باذن الله تجربوه ويعجبكم. ولو اول مره تدخلي قناتي يا ريت ما تنسينيش باشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.